في حي شعبي مليان بالحركة والناس البسيطة. كان محمد شاب بسيط بيشتغل فني صيانة موبايلات، معروف بين الجيران بهدوءه وأخلاقه الطيبة. لكنه من جواه دايما كان عنده حلم إنه يغير حياته ويكون شخص معروف ومش عايش في نفس الدائرة كل يوم. محمد بيحب عفاف، بنت من نفس الحي، طموحة بتحب السوشيال ميديا وبتحلم تبقى مشهورة وتعمل لنفسها اسم. عفاف كانت دايما بتكلموا عن الشهرة والفلوس اللي ممكن يحققوها لو اشتغلوا صح على الإنترنت، وكانت شايفة إن الحلم مش مستحيل. محمد في البداية كان متردد، لكنه حبها خلاه يقرر يخوض التجربة معاها. بدأوا يصوروا فيديوهات بسيطة من بيتهم، يحاولوا يلفتوا انتباه الناس ويحققوا انتشار. ومع كل فيديو كانوا بيحسوا إنهم بيتقربوا من حلمهم خطوة. لكن الطريق ما كانش سهل، وكان في منافسة من ناس كتير بتحاول تعمل نفس الشيء. محمد وعفاف كانوا بيحاولوا يثبتوا نفسهم بأي طريقة ويكسبوا ثقة الناس علشان يوصلوا لحلمهم. ومع مرور الوقت بدأت فيديوهات محمد وعفاف تنتشر شوية بشوية، وبدأ الناس يعرفوا أساميهم ويتابعوهم. لكن الشهرة جابت معاها مشاكل ما كانوش متوقعينها. عفاف بدأت تنشغل بالسوشيال ميديا أكتر من أي حاجة تانية، وبقت بتفكر في اللايكات والمشاهدات قبل ما تفكر في محمد أو حياتهم. محمد حاول يفضل جنبها ويدعمها علشان حلمهم يكمل، لكنه بدأ يحس إنها بتبعد عنه، وإن الحلم اللي كانوا بيبنوه مع بعض بقى حلمها هي لوحدها. وفي نفس الوقت كانت العيلة من الناحيتين بتدخل في حياتهم، وكل واحد فيهم عنده رأي مختلف وبيزود التوتر بينهم. بدأت الخلافات تظهر بينهم بسبب الغيرة والضغوط، ومحمد بقى محتار بين الحب اللي جواه وبين الواقع اللي بيتغير بسرعة. الدنيا حواليهم بقت دوامة من الشهرة والمشاكل، وكل خطوة كانوا بيخطوها كانت بتفتح باب جديد للتحدي. مع كل نجاح صغير كانوا بيحققوه، المشاكل كانت بتكبر، ومنافسينهم على الإنترنت حاولوا يوقعوهم في أخطاء علشان يقللوا من شعبيتهم. محمد حاول يكون صبور ويحافظ على العلاقة مع عفاف، لكنه اكتشف إن الشهرة مش دايما بتجيب السعادة، وإن الناس اللي كانوا بيحاولوا يكسبوا رضاهم ممكن يكون عندهم نوايا سيئة. عفاف بقت متعلقة بالفلوس والشهرة لدرجة إنها نسيت بداية حلمهم الحقيقي، والحب اللي بينهم بدأ يضعف. محمد قرر ياخد خطوة جريئة ويحاول يوقف كل الفوضى دي قبل ما تهدم حياتهم بالكامل. وفي لحظة حاسمة اتواجهوا بالحقيقة، هل هيستمروا مع بعض ويحافظوا على حبهم وأحلامهم، ولا كل واحد هيمشي في طريقه والإنترنت هيقرر مصيرهم؟ الأحداث بعد كده بتتصاعد بسرعة، كل قرار بيأثر على حياتهم وحياة اللي حواليهم، لحد ما يوصلوا لنقطة مصيرية تحدد النهاية. محمد قرر ياخد موقف واضح ويواجه عفاف بالحقيقة اللي بقت واضحة له، إن الشهرة والفلوس مش أهم من الحب والأمان اللي بينهما. حاول يفتكروا مع بعض ليه ابتدوا المشوار ده أصلاً، ليه حلمهم كان بسيط وطموح مش مجرد لايكات ومتابعات. عفاف حست بالصدمة في البداية، لكن لما شافت إخلاص محمد وصدق نواياه بدأت تفكر تاني في كل القرارات اللي خدتهم بعيد عن بعض. الاتنين قرروا يحاولوا يصلحوا العلاقة ويوازنوا بين حياتهم الشخصية وطموحهم في الشهرة بدل ما الشهرة تتحكم فيهم. الفيلم بينتهي بمشهد مؤثر، حيث محمد وعفاف واقفين مع بعض بيتطلعوا على المستقبل بإيجابية، وعارفين إن الطريق مش سهل، لكن مع بعض يقدروا يواجهوا أي تحدي ويحققوا أحلامهم بالطريقة الصحيحة، بعيد عن التظاهر والضغوط الرقمية. بعد ما قرروا يمشوا مع بعض في الطريق الصح، محمد وعفاف بدأوا يشتغلوا على مشاريعهم بطريقة مختلفة. بدل ما يركزوا على الشهرة بسرعة، بدأوا يقدموا محتوى حقيقي وقصص حقيقية عن حياتهم وطموحاتهم،
والناس بدأت تحبهم أكتر على طبيعتهم. العلاقات مع العيلة والجيران اتحسنت كمان، كل واحد بقى فاهم دور الآخر وداعمه بدل ما يكون ضغط عليه. وفي الوقت نفسه محمد وعفاف تعلموا درس مهم، إن النجاح مش بس في عدد المتابعين، لكن في رضا النفس والسلام الداخلي والشراكة الحقيقية بين الاثنين. آخر المشهد بيكون مشهد هادي وجميل. محمد وعفاف واقفين على سطح البيت، بيبصوا على الحي اللي تربوا فيه، مبتسمين لبعض واخدين خطوة جديدة في حياتهم، مع وعد إنهم يواجهوا كل الصعاب مع بعض ويحافظوا على الحب والحلم اللي جمعهم من البداية.